يعني يوميا الشهداء، يعني في اي لايف خاصنا نسمعوا الشهداء يعني زهقنا منه وملينا، فهمتي؟ حتى انا مليت والله، حتى انا والله ملينا بالله. يعني راه بزاف، فهمتي؟ يعني اي دوله عندها شهداء، حتى اليمن فيها شهداء، حتى المغرب فيها شهداء. عمرك سمعتي مغربي قال الشهداء؟ لا والله، حتى انا مليت منه. يعني هادو بزاف اصاحبي، يعني خاص يتكلموا على الشهداء، الله يرحمهم. حنا الشهداء ما عندناش مشكل مع الشهداء، فهمتي؟ نعم. اي واحد ما عنده مشكل مع الشهداء، ولكن بزاف شي حاجه زادت على الحد ديالها كتقلب الضد تاعها، فهمتي؟ يعني خليو هذوك الناس ناعسين. صح فهمتي اخي؟ صحيح. والثلوث بتاع الخمس والثمن بتاع العشور، فهمتي؟ لا طيب شكرا لك. خليني اسمع عزيز. هذا الجزائري اللي شاد الطابور اللي امس، الجزائري اللي ماسك الطابور، واقول له لا ينتظر، لانه امس كانت اخر مداخله اللي عندي المس فيها. هذا لا يشرفني ان يطلع عندي نهائيا، لذلك انا انصحه لا يشد الطابور ولا شيء، يروح ينام. تفضل يا عزيز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. المسألة الأولى مسألة الأزواج حنخليها هي الأخرانية. سي كان نبدا ونكمل، معليش. كان يتكلم الأخ ويقول لك أن المغرب عندها شهداء، كان الأولى ليه يسمينا الشهداء، وإن كان ينكر شهداء المغرب فنحن لا ننكر شهداءنا. هذه نقطة. النقطة الثانية، أسعد تقول الجزائر. ناخذ منك نقطة. طيب ناخذ منك نقطة. هو أنت اللي فاتح الكاميرا؟ أنا اللي فاتح الكاميرا. خلاص، أنت تريد شهداء الجزائر المغرب يسموا لك، أنت سمي لنا 10 شهداء من 1.5 مليون، سمي لنا 10 أنت. أنا أسمي لك 10، معليش. اسمع، ياسر عمار، حسيب بن بولعي. عمار بن ياسر. ياسر عمار. من هذا الطفل الصغير. لا تألف الطفل الصغير. اسمع اسمي لك ثم العشرة أنا. اسمع مليح. مصطفى بن بولعيد، عربي بالمهيدي، حمد زبانة، زيغود يوسف، سي الحواس، كولونيل لطفي، كولونيل عباس، علي لابوينت، بو بقرة، بو حمارة، علي لابوينت. راك تستهزأ، معليش. عمتك ما كملكش 10، كي راك تستهزأ ما نكملكش، معليش. خليني نزيد نروح معاك. خليني نزيد نروح معاك. كمل 10. 19 وحدهم أكثر من 10. 19 أكثر وحدهم أكثر من 10. خلاص تمام، يلا اوكي انت عارف شو. معليش اسمعني. معليش خليني نكمل المداخله تاعي. كيما خليت المغربي يتكلم خليني انا نتكلم. تفضل يا اخي، تفضل. المساله الثانيه تقول انه ان الجزائر دوله وظيفيه لفرنسا، وفرنسا هي سبب الخلاف بين الجزائر والمغرب حسب قولك. انا نحن نجاوبك. حرب الرمال، فرنسا تحالفت مع المغرب، وهل ان كانت فرنسا حليف ياك للمغرب، هل فرنسا تحارب مقاطعتها كما تدعي أنت؟ هذه نقطة. النقطة الثانية، أنا نشوف اليوم الاقتصاد المغربي مبني على شركات فرنسية مستثمرة. من أكثر الدول التي تستهوي الاستثمار الفرنسي هي المغرب. النقطة الثالثة أسعد، معاهدة ليكس-لي-بان، اخر بند في معاهده ليكس-لي-بان. تعرف وش ينص؟ اذا ما قالوا لكش عليه المغاربه انا اليوم نقوله لك. يقول هذه الاتفاقيه صالحه ل100 سنه مع قابليه التجديد والتمديد، ولم يذكر قابليه الالغاء. هذا بند مهم لازم تحفظه ولازم تركز فيه. قابليه التجديد بعد 100 سنه، وقابليه التعديل، أي تعدل البنود وتجدد بالمدة الزمنية، ولم يقل قابلية إلغاء هذه البنود. احنا نتكلم على السيادة. المسألة الثالثة، إن كانت الجزائر دولة وظيفية لفرنسا، فكيف للجزائر تتعامل مع روسيا؟ واليوم الرئيس مجد تبون في روسيا ياك، وروسيا هي في خلاف سياسي ودبلوماسي مع فرنسا على حرب أوكرانيا. هل فرنسا تقبل مقاطعتها أن تصاحب وتشارك أعدائها؟ النقطة الخامسة، إن كانت الجزائر دولة وظيفية لفرنسا،
فكيف للكيان الصهيوني وفرنسا والمغرب يعقد اتفاق استخباراتي؟ من حليف لمن ومن الوظيفي لمن؟ هذه نقطة. نزيد لك نقطة واحدة وركز لي عليها. تتكلم عن الأزواج، تقول سمعت أنه في الأخبار. أنا لم أرى أي خبر عن الأزواج في القنوات العالمية، سواء فرنسية سواء ألمانية سواء أوروبية سواء عربية كالجزيرة والعربية وغيرهم، ولا خبر على الأزواج وعلى مقتل جنود الجزائريين، إلا الأخبار الكاذبة المخزنية، في حين أن الأخبار الجزيرة والعربية دائما تناقش القضايا المغربية. أنا هنا دي قضية نوقشت في العربية السعودية على لسان المحللة اللبنانية. المحللة اللبنانية تقول بعد 67 سنة من رفع الحماية الفرنسية على المغرب، هل الشعب المغربي اليوم مطالب بالشكر الجزيل لفرنسا لأنها وحدت سلطنة فاس وسلطنة مراكش وأراضي السيبة وسمتهم بمسمى المملكة المغربية؟ وهل الشعب المغربي الآن بعد 67 سنة أن يظهر حقده على فرنسا لأنها مكنت من العلويين على المغاربة أهل الديار؟ حنا دوكا نتكلموا في القنوات العالمية واش راهي تقول. نزيد لك نقطة واحدة أخرى خويا ياسر، خويا أسعد، اسمع مليح. جريدة آل فرنسية تكتب عنوان على عودة لاله سلمى وتقول طليقة محمد السادس بنص قانوني الصادر عن محكمة باريس، الملك تاعهم طلق مرته في باريس، ما طلقهاش في بلاده، وراهي الدولة الوظيفية للدولة الأخرى. زيد لك تتكلم عن الجزائر دخول دولة كرتونية. انتايا الجزائر صوت عليها في مجلس الأمن في منصب غير دائم 184 دولة، في حين رفضتها 6 دول من بينها الكيان الصهيوني وعميلته المغرب وعميلته الثانية الإمارات و3 دول أخرى و2 ما صوتوش عليه. الدولة اللي عندها 84 دولة صوت عليها دولة ذات سيادة، دولة ذات قرارات، دولة ذات علاقات دبلوماسية، في حين أنا ما نناقشكش على المغرب، ماشي سامع بها لا خبر، أنا نناقشك أنت. إلا تعتبر الجزائر دولة كرتونية، الأوضاع الحالية في اليمن واش تعتبر حكومة اليمن؟ دولة بلاستيكية ولا دولة خيالية اليمن تاعك؟ الإخوة في اليمن هم ياكلوا الحشيش، واش تعتبر اليمن؟ ولا اللهم لا شماتة، اللهم لا شماتة، إن شاء الله ربي يفك الأحوال اللي راهي على خاوتنا اليمنيين. احنا اليمنيين خاوتنا، بصح أنا نهضر معك بمنطلق سياسي. إذا كنت تعتبر الجزائر دولة كرتونية، فماذا تعتبر دولتك أنت التي لم تتخلص من الصراع الحوثي، التي لم تتخلص من الشقاق الداخلي؟ طيب خليني ابدا لك. صنعاء دمرت. طيب تعال، دمرت، هي دمرت، انا بلدي مدمره. المغرب شاركت في تدمير اليمن. لحظه، طيب لحظه، هدا قفلت. هذا انا يا خويا، انت ما تتعصبش برك وخليني معك في النقاش. انا مو معصب خالص، انا سابدا لك من حيث انتهيت انت. احنا ربما ناكل الحشيش، ونعم لاننا في حرب. المشكله انك في دوله مستقره وتاكل لحم الحمير، وهنا المشكله. لحم الحمير والقطط. اليمن نعم ناكل الحشيش، عندنا مجاعه. يا ايها اليمني اسمع لي معليش، ارفع مستوى الحوار، ارفع مستوى الحوار. ارفع مستوى الحوار، ارفع. انا ما سبيت ما شتمت ما والو، انا نقول لك سد المايك او ما تعصبش، بالعقل بلاتي عليك، بلاتي حتى تعلم تهضر شويه مغربيه، بلاتي. سد المايك. امامكم اخواني الكرام 6000 واحد، اذا فتح الميكروفون مره اخرى سينزل. انا ما فيش عندي يم ارحميني. سد المايك لو سمحت. ايوه انا اكل لحم الحمير، لا اعوذ بالله، ما زلنا ناكل لحم طري احنا في اليمن الحمد لله. انا بلدي مدمره، نعم بلدي ضعيفه، بلدي ممزقه، بلدي فيها حرب، وهذا ليس بسبب المغرب. أنت ذكرت الحوثيين، الجناح الإيراني، وأنت لا تعلم أن النظام التبوني اللعين من أكبر الداعمين لجماعة الحوثي داخل اليمن. شوف
شوف كيف أنك أثرت شيء الآن سأسمعكم كلام عمر أبوكم ما سمعتوه. بعد ما فتحت الملف اليمني وهذا الكلام قلته مرارا وتكرارا. والله ما كاين واحد لاعين في هذه الدنيا قدك يا اللاعين يا ابن اللاعينه يا ابن اللاقيطه. اللاعين تاع انزل تحت. إذا في واحد يريد يتكلم بدل يا إخوان الكرام أهلا وسهلا. أنا سجلت نقاطه لكن المقاطعة أنا لا أطيق المقاطعة. هم دائما عقل تبوني عندما يذكرون اليمن لا يعرفون بشيء. يعيرني أنه أنا أكل الحشيش ويمكن يقصد القات إذا هو يقصد القات هذا كيف يعني كيف ريح مو حشيش هو قات يعني مثل الحبوب اللي عندكم. شفت الحبوب اللي الهلوسة اللي بتاخذوها نفس القات نفس الشيء. اللهم أن هذيك حبوب وعندنا قات يمضغوه هنا كذا يعملوها ويكيفوه ويرتاحوا ويشوفوا سماع عمان. المغرب وهذا للمرة الألف طبعا لأنه كثرة التكرار يعلم الشطار أنه المغرب والجزائر دخلتا في اليمن تدخلتا بطريقة أو بأخرى. المغرب تدخلت بطائرتين أو 3 طائرات استطلاع وانسحبت. انتهى الموضوع. المغرب انسحبت. لم تقتل المغرب ولا حتى نملة في اليمن. حتى نملة ما قتلت. لكن حتى لو فعلت هي دخلت تحت شروط وتحت أهداف للتحالف. لما اكتشفت أن الأهداف اختلت انسحبت. انسحاب هذا كان يكفينا في اليمن يكفينا. والتحالف أصلا لم يهتز التحالف في اليمن ويفشل المشروع السعودي الإماراتي في اليمن إلا بعد انسحاب المغرب. لأنه بعد انسحاب المغرب انكشف التحالف. لأنهم أصلا ما جاءوا للمغرب إلا كي يضفوا على التحالف نوع من أنواع الرضا والثقة. لأنه سمعة المغرب الدبلوماسية نظيفة. سمعتهم نظيفة المغرب. فلما دخلت المغرب كنوع من أنواع أنهم ينظفوا أنفسهم باسم المغرب. لما خرجت المغرب تشوهوا وبانت قذارتهم تماما. وكان انسحاب المغرب تعظيم سلام. كل اليمنيين قاموا وشكروا المغرب. أنت يا غبي إلى اليوم تبونك أكبر أداة لملال إيران يدعم الحوثيين إلى هذه اللحظة. يدعم الشيعة. أنتم دائما تقولوا الصهاينة اليهود. ما الفرق يا حبيب أمك يا روح ماما بين الصهيوني في إسرائيل وملال إيران اللي هناك؟ ما الفرق؟ المغرب مطبعة مع الكيان الصهيوني يحتل بلاد واحدة. أنت مطبع مع الكيان الوسخ الإيراني الذي يحتل 4 بلدان. ما الفرق بينك أنت وياه؟ كم قتلت إسرائيل مقابل ما قتلتهم إيران من أهل السنة؟ من أنت؟ عندما تذكر الملف اليمني عليك أن تتوقف. تقول لي تأكلوا حشيش وما تأكلوا حشيش. أخي واحد يأكل لحم حمار ولحم قطط ويجي يعيرني أنا الذي أنا في حرب أن أنا أكل قاتة وأنا أكل شيء من هذا القبيل. شوف حالتك أنت يا أخي. شوف حالتك وأنت دولة غازية. خرب بيتك عايشين عيشة كلاب. عدو المغرب يقول لك أنه أورد عدة حاجات. أنا ما أدري ماذا يقول. أنه فرنسا كانت حليفة المغرب في حرب الرمال وبالتالي هم ليسوا أداة فرنسية ومش عارف إيش وأنهم هم فرنسا وأنه روسيا وأنه تبون زار روسيا وروسيا الآن على خصام مع فرنسا وبالتالي إذن خارج. يا أخي هذه علاقات دولية. أنا أنت مفكر أنه إذا تبون راح إلى روسيا بيتصل فيه ماكرون يقولوا ليش رحت روسيا يروح لا مو هكذا. أنت مفكر المسألة مسألة عائلة. هذه مصالح دولية عادي وكل واحد بيزور الدول الذي يريدها. منصب هذا اللي صجوا روسنا هم لا يعلمون ما معنى منصب غير دائم. أنتم تعرفوا سيراليون؟ أحد يعرف يا جماعة دولة اسمها سيراليون؟ أنا أول مرة أسمع بها هذه قبل أسبوع. سيراليون هذه أيضا انتخبت مع الجزائر دولة غير دائمة في مجلس الأمن. سيراليون أو سيلاليون أو مدري إيش اسمها. دولة هامشية ما نش داري حتى ويني في الخريطة. والله ما لي علم وين هذا السيراليون. وعلى أساس أنه دخولهم وهو مقعد غير دائم لمدة سنة. يعني حاجة روتينية ليس لها أي قيمة وليس لها أي أثر على الإطلاق. طيب أشكال هو أشد باقي قال خلاص ما عاد في إشكال. طيب نشوف الأخ اللي فوق رياض أو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عواشر مباركة. أولا
خويا اسعد، معك رياض الجزائري المقيم في المغرب. من فضلك بغيت نجاوب هذا الاخ هذا اللي كان طالع، الله يجازيك بخير وما تقاطعنيش. تفضل. شكرا. اولا من فضلكم اخواني الجزائريين والى كل الاجانب الذين هنا في هذه المنصه، ليس لديكم حق للتكلم عن المقدسات المغربيه، عن مالك البلاد، وعن الامور التي تخص الدبلوماسيه المغربيه شعبا ووطنا. هذا ليس موضوع للاجانب، وانما موضوع يهم المغاربه ملكا وشعبا. هذه النقطه الاولى. النقطة الثانية، أنتم تتكلمون ليلا ونهار عن المملكة المغربية وعن التطبيع، هذا ليس من شأنكم. روحوا شوفوا تبون اللي مطبع مع الشيعة، روحوا شوفوا تبون اللي مطبع مع بلدان اللي يريدون تقسيم بلدان أخرى. هذه الثانية. ثالثتها، أنتم اليوم تحسون ماذا حس الشعب المغربي طيلة 50 سنة من طرف الجزائر، أنه بغى تقسم هذه البلاد لمدة 50 سنة. أنتم اليوم تعرفون ما معنى هذا الإحساس، أنه جسم يريد تقسيم بلدك. رابعا، هناك دبلوماسية مغربية، هناك مغاربة أسود، هناك مغربية شريفات. ليس بشأنكم الأمور الداخلية من المغربية. سيروا تكلموا على بلد البترول والغاز اللي اليوم يديروا الطوابر على كل شيء، حليب، سميد، خبز، وزيد. هنا في المغرب كاين TGV، هنا في المغرب كاين بنية تحتية، هنا في المغرب الشعب لا يموت جوعا. هنا الطوابير اللي كاينة في الكيشي اوتوماتيك. دونك الله يجازيكم بخير والله يرضى عليكم. التهوا بتبون وشوشعه وانسوا واطلقوا عليكم سيدكم المغرب وسيدتكم المملكة المغربية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وأنا يعني ربما لي وجهة نظر في هذا الجانب. ما فيش حاجة اسمها إيش دخلكم. يعني يا جماعة شوفوا، الدول دول، اسمها دول، كل واحد له الحق أن يتكلم على أي دولة. بصراحة أخي رياض، هل التدخل المذموم هو التدخل العائلي؟ المغرب ليست دولة، ليست عائلة، والجزائر ليست عائلة حتى يكون التدخل مذموم. إذا تريد ما حد يتدخل فيك، روح لك كوكب آخر. يعني هذا الدولة الذي يقول إيش دخلك في الشأن المغربي، إيش دخلك في الشأن الجزائري، إيش دخلك في الشأن اليمني. يا جماعة هذا كلام فارغ. لا يا أخي أسعد، لحظة يا رياض، الكلمة الله يجازيك بخير. دقيقة يا أخي، تفضل. ما في حاجة اسمها ما لك دخل. هذه دول وهذه سياسات، وإحنا الآن في فضاء مفتوح وفي عالم مواقع التواصل الاجتماعي، كل واحد يتكلم فيما يريد ما دام أنه لا يجرح ولا يسب ولا يقدح ولا يلعن ولا يلغ في الأعراض ولا في المحارم. عادي أن نتكلم عن الدبلوماسية المغربية، عن الفشل الجزائري، عن البنية التحتية في المغرب. والمشكلة أنكم تكيلون بمكيالين في هذا الجانب. بعض الناس إن مدحته وأنت براني مثلي، إن مدحته فأنت متنور وأنت ذكي وأنت ما شاء الله عليك، وإن انتقدت سياسة بلده إيش دخلك؟ ما يجيش يقول لي إيش دخلك لما امدحه. لا يا أخي أسعد، لا ليس بهذا المعنى. اصبر تفضل. اسمح لي، سد المايك لما نكمل ونعطيك. سد المايك. اخرجوا من هذا الأسطوانة رجاء. ما دخلك يا عالم، يا ناس، هذا عالم مفتوح، فضاء. أنت تقول ما دخلك لمن يأتي يتدخل بينك أنت ومرتك، بينك أنت وأمك، بينك أنت وأبوك، يتدخل في شغلك، يتدخل في شكلك، في مرتك، في بنتك، في ولدك. هذا تقول له اسكت يا ابن الكلب، أنت كفرك يا ابن الكلب، تقول له ما دخلك في بنتي، ما دخلك في ابني، ما دخلك في مرتي. أما الدول ما فيش حاجة اسمها مالك داخل. خرجوا من هذا الموضوع تماما أرجوكم. كمل يا رياض ثم الخبير. لا أخي أسعد، افهم قصدي. عندما أنت أو غيرك يناقش أمور في مجال السياسة، والأمور تناقش باحترام، ويكون كما نقول لك ان بارطاج، يكون انا نعطيك رايي وانت تعطيني رايك، ما فيها باس. مي ولا انه باش يطلع انسان يهضر لك على ملك البلاد او زوجة الملك، انا نقول له نعلة الله عليك، سير تكلم على زوجة تبون.
قل له كفرك يا ابن الكلب وخلاص. صلى الله وبارك. فهمتني يا اسعد؟ فهمت قصدي يا اخي؟ شكرا لك يا رياض. رياض اهدى. الخبير تفضل يا الخبير. السلام عليكم. عليكم السلام. اخواتي رياض، نورث افريكا، مروان. والله شوف، الجزائر اللي طلع هذا وين قبل شويه، تعرف فعاليه الحليب اللي رانا نشربوا فيه تاع 25% ولحم الحمير اللي ياكلوه الجزائريين. يعني هو كان يهدر بواحد الطريقه والله تاع كيما احنا كنا نقراو في الليسي وفي السيام، يعني تاع كيما كنا نقراو في الثانويه ونتحاوروا بهذيك الطريقه. انا دائما اعيدها، يعني هذا الشعب والله هذه العصابه التي تحكمنا في الجزائر، والله حتى الشعب الجزائري الذي يوالي هذه العصابه، ما نحكيوش على الاحرار وما نحكيوش على كل من يخالف هؤلاء الخونه، هم حاولوا بكل الطرق أن يضربوا في المغرب ويضربوا في وحدته، فجاءتهم من الأزواد. هم حاولوا يضربوا نساء المغرب، فجاءتهم قضية دبي. وحاليا لما يحكي على اليمن ويقول هم يأكلون الحشيش، والله أنا أقول لك من هنا على 3 سنوات ستجد الجزائريين هم من يأكلون الحشيش. يعني أين تتجه الجزائر حاليا بهذه الأوضاع المزرية؟ هي سواء أوضاع اقتصادية ولا أوضاع اجتماعية ولا حتى الحرب السياسية بين هذا اللي راهي صارية حتى في الجيش، وصارية بين هذو الخونة هذو، بين العصابة هذه، فهي لن تقود إلا إلى شيء واحد، ألا وهو الانقسام والانفصال واضمحلال هذا الورم. هذا يتنحى الورم هذا اللي يسميوه الجزائر، اللي اليوم يجي يقول لك باللي الجزائر ما هيش تحت فرنسا. يعني كيف تفسر دولة بكل هذه الخيرات، بكل هذه الموارد الطبيعية، بهذه الطاقات الشبابية، شعبها مستحمر ومستبغل، واللي نورمالمون نكونوا كيما قطر ونكونوا كيما دبي ونكونوا كيما دول الخليج، ونحن اخر الدول في افريقيا. والله انا اعيش في دوله افريقيه ما عندها لا ثروات طبيعيه، ما عندها لا حتى حاجه، والله فايت الجزائر ب40 سنه. والله درت عديد من الدول الافريقيه اللي هي احسن من الجزائر. حتى هذه السيراليون يا اسعد الشرعي، هذه السيراليون هي دوله افريقيه، يعني عانت من الحروب ومن الويلات. والله لو تبحث وروح ابحث في التصنيفات ستجدها انها دوله راهي تتقدم، راهي دوله اللي عندها نظره مستقبليه. فقط الجزائر التي يحكمها العسكر ويحكمها الخونة هذو الموالين لفرنسا هي من راهي في اضمحلال وراهي تتخبط. انت جزائري يا حبيبي، صح؟ انت الخبير ديالنا اللي دائما. نعم جزائر. أكمل. والله شوف، كل الأوضاع وكل الدلائل تقود إلى شيء واحد، هو انقسام الجزائر. مش راح نشوفوا غير الأزواد، راح نشوفوا عدة حركات، وراح نشوفوا ثورة الجياع بل ثورة الهمج، لأنه لما يختلط الجوع مع الجهل، حاليا الشعب يعاني من حياة مزرية وراح يلحق للجوع، راح يختلط مع الجهل الذي أدخله في هذا النظام، وراح نشوفوا ثورة همج ماشي حتى ثورة جياع. الخبير، عندك معلومات عن الأزواد هؤلاء من هم وماذا عرقيتهم؟ والله كل ما أعلم عن الأزواد، شوف، كل ما أعلم عن الأزواد أنهم سكان الجنوب، وهم أراضي الجنوب المغتصبة من فرنسا، والتي أعطتها للجزائر مثل ما أخذت الصحراء الشرقية تاع المغرب، ومثل ما أخذت أراضي تونس، ومثل ما أخذت أراضي ليبيا. أوكي، جميل. معنا نوف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا سعد؟ والله نحمد الله على كل حال، كيف حالك؟ والله الحمد لله. الحمد لله. والله حبيت نعتذر على الشيء اللي كان يقول فيه، يعني هذا اللي طيح لك هذا وقال على انه الشعب اليمني ياكل. والله يحب نقدم لك اعتذار يا سعد، علما مع انه هذا الشخص يعني لا يمثلني وما يمثلش الافكار تاعي ولا يمثل الجزائر، فقدموا لك اعتذار. لا بأس لا بأس. ونعرف انك ذكي يا سعد، وشوف مثل هؤلاء الاشخاص
ينتمون إلى مجموعة، يعني مجموعة هنا في التيك توك، والتي أوكلت لها مهمة التطياح والسب والشتم خوتنا في المغرب وضرب أعراض خوتنا في المغرب. هم نفسهم الأشخاص الذين يعني كانت عندهم مهمة يعني في الأواخر تاع 2019، و يعني نفس يعني السب والتطياح يعني الذي تتعرضوا له، يعني يتعرض له خوتنا في المغرب، أو حتى أنت يا أسعد تعرض له المعارضون تاع النظام العسكري في الجزائر. ما راحش نقول النظام تاع تبون، لأنه راح نظلم تبون. يعني لما تقول أنك ضد السياسة تاع تبون هنا تظلم تبون، لأنه تبون لا شيء بالنسبة للنظام العسكري. فيعني بعد ذلك توجهوا إلى سب خوتنا في المغرب، وحقيقة يعني اللايفات تاعهم يعني يمارسون واحد أعتذر عن الكلمة، واحد النوع من استمناء دماغي يعني في نحس يعني يطلعوا يعني في الجيست يعني في اللايفات، ويمارس واحد النوع تاع الاستمناء ويهبط ويروح يرقد، ويحبوا يعني يدخلوا يعني الشعب الجزائري في واحد المقارنات مع المغرب. يعني وما دمنا نحن بخير، ما دمنا نحن بخير في الجزائر وما دمنا أحسن من المغرب فما عندناش مشكل. علما أنه الاقتصاد تاع الجزائر كما قال الخبير، الاقتصاد تاع الجزائر والثروات تاع الجزائر هي 10 مرات أو أكثر من 10 مرات يعني الثروات تاع المغرب. ويعني البنية التحتية يعني اللي في المغرب، يعني أنا نشوفه، يعني أنا زرت المغرب قسما بالله، غير زرت المغرب يعني في 2018 يعني، وشفت البنية التحتية ولا تساوي شيء مع الشيء اللي راهو في الجزائر. فللأسف راح نقول كلمة أخيرة يا سعد الشرعي، للأسف أني نشوف يعني بعض الرخص يعني عند خوتنا في المغرب، بعض الظواهر الصوتية راهي تظهر يعني هنا في التيك توك من المغرب، وراهي تساهم يعني في إدخال الشعبين في واحد المقارنات التي من شأنها أن تغرس الفتنة بين الشعبين. للأسف كان عندنا مشكل مع بوصبع، واليوم أصبح عندنا مشكل قاسما بالله غير راه يعني يظهروا ظواهر صوتية حتى من المغرب. للأسف. من هم ظواهر صوتية؟ ماذا تفعل؟ ما راحش نقول، راك تعرفهم يا أسعد، وبالك الناس اللي راهي في القصة تعرف، وبالك الرأي المغربي يعرف، وماهوش بعيد هذه الظواهر الصوتية المغربية راح نشوفوها كذلك من أجل دعم الحملة الانتخابية تاع تبون. رخص من المغرب، مانيش نبالغ يعني، يسامحونا خوتنا في المغرب، لكن كاين رخص في المغرب وراهو يعني بين الشعب الجزائري على أنه الشعب المغربي يعني يعيش في واحد النوع من الاضطهاد والتعذيب، ويحب يبين على أنه الشعب المغربي. ما فهمتك الجزئية الأخيرة هذه، أنا ما فهمتك للأمانة. يعني لو تفهمنا إيش الموضوع، علشان إذا الرأي المغربي يرد عليك أو شيء، أو أنا ما فهمت. أظن أن الرأي المغربي راهو فاهم إذا حب يعني يوضح يعني بشكل. أصوات مغربية رخيصة تثير الفتنة بين البلدين يعني. شوف كاين أصوات تدعي يعني المعارضة في المغرب. شوف أنا ما راحش نعطيهم، أنا سمعتهم يعني في اللايفات تاعهم، وما راحش نعطيهم الصفة تاع المعارض. هذول الرخاص هذول لا يمتلكون الصفة تاع المعارض، لأنه ليس لديهم أي إلمام بالسياسة التي تخول لهم التكلم في المواضيع السياسية. لذلك أسميها أنا ظواهر صوتية وعندها واحد الكلام شعبوي، ولذلك حتى هم يعني يمارسون واحد النوع من الاسترزاق، ويعني راح نقول يعني فقدانهم للأمل في معارضتهم للنظام المغربي، راحوا يعني يسترزقون عند النظام الجزائري، ولذلك يعني يحبوا يدخلوا الشعب المغربي في مقارنة مع الشعب الجزائري، والذي يعني من شأنه أن يعني يغرس هذه الفتنة يعني في جميل. إذا هذا البطال قبلت لنا بطال اليوم، أول مرة أشوف هذا البطال.
أشكرك الخبير، أشكرك نورث أفريقيا. الرأي المغربي أنا أريده لحاجة في نفس يعقوب. ومروان انتظر يا مروان، سامحوني أحيانا ألخبط الدور، مو ضروري بالدور بس عشان أعمل التوازن المطلوب. هذا يا أخي واحد اسمه والله ما عرفت إلا بن زيان آخر حاجة. هو يسمعوني؟ بن زيان، يا بن زيان تسمعني؟ ما يسمع. إذا نعطي الأخ مروان ثم الرأي المغربي حتى يفند في الأخير. السلام عليكم. اسمعنا الآن. أنا أسمعك يا أسعد. تفضل يا أخي. أولا قبل كل شيء يقول المثل أي سير. كل الأوطان كل إنسان له وطن إلا أنا فالوطن يسكن فيه. كل إنسان يسكن في الوطن إلا أنا الوطن يسكن فيا. خليني أترجمها لك. هذه كلمة قوية جدا، وقليل قليل قليل من يفهم هذا المعنى. تمام. ما شاء الله عليك. ومن فهم هذا المعنى ومن فهم هذا المعنى يعرف معنى الوطن، يعرف كلمة الوطن، ويعرف كلمة الوطنية، ويعرف كلمة الانتماء الوطني، ويعرف ما هو الوطن الذي يسكن في قلبه. أيوة. أنا لا أسب ولا أشتم، لكن من باع وطنه، باع عرضه، باع شرفه، باع رجولته. أتسمعني يا أخ أسعد؟ أيوة أنا نسمعك بس سير ادخل في الموضوع. أنت قاعد تتكلم ببطء شديد. قول. عندي كلمات ليست كالكلمات. أيوة بس سير. كلمات ليست كالكلمات ولا كلمات وليس كالكلمات، ولي كلام معك يا أسعد الشرعي. طيب سير ادخل في الموضوع أخي. أنا لست سير. أنا يغمر حسن بن زيان مؤسس الدولة الزيانية ومجاهد وبطل وشجاع من الشجعان. أنت المؤسس. أنا هو المؤسس. أنا هو. إذن والله لك شوشة حق التيك توك يا أخي. أنا هو يغمر حسن بن زيان، البطل الشجاع، الرجل الذي لا يقهر. لا أبيع وطني ولن أخونه من أجل حفنة من الدراهم. وين دولتك هذه اللي أسستها؟ دولة الجزائر، وتحيا الجزائر، والله يرحم الشهداء، وتحيا الرجال، وتحيا تبون، وتحيا شنقريحة، وتحيا الجيش الوطني الشعبي، وتحيا الشعب الجزائري من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه. كسجي ويحيى شوشع. لا شوشع لا شوشع خليه ليك انت. والله ما لقيت نبكي ولا نضحك. عيش انت نبكي ولا نضحك. نبكي ولا نضحك. شو كسجي يا صاحبي يا مدير لو سمحتوا، لانه انا الاخ انا نخلي لك شوشة. يسمعني يا اسعد، انا خلي لك شوشة وخلي لك البدي مليح. ولد تبونه، نسيت ولد تبونه. اسمع اقول لك قبل ما يسب، لانه شكله هذا مرجوج. لا انا ما نسبش ما تخافش. طيب انت لحظه يا اخي يا بن زيان، انت بكامل قواك العقليه، انت طبيعي.
مادام يعرف البدي يا اسعد ما يعرف ليش. يا أخي يا اخ اسعد هذا راهو الشارب عليه بالعتروس على بالك. اسعد من فضلك لا واحد لا طالع. لا انا شكيت في قوى العقل عندما قال بن زيان مؤسس الدوله الزيانيه. يا ولدي مسكين هذا راهو في عالم اخر يا اخي، نحن والله نعيش في عالم اخر، في عالم الغيب. لحظه طيب سدوا يا مروان، سدوا انتوا الخبير لو سمحتوا. رياض سدوا لو سمحتوا يا صاحبي بن زيان. تفضل نسمع فيك. شوف انا نسمع فيك ونسمع في الخوانه هذا. تفضل يا اسعد. انت شارب حاجه قبل ما تدخل؟ اسالك بالله اذا انت شارب حاجه استتر يا اخي، استر ما ستر الله، ولا انا قاعد تخربط. لا اعوذ بالله. ما تشرب خمر انت؟ ما تشرب خمر انت؟ لا اعوذ بالله. اعوذ بالله طيب واعوذ بالله. لا اعوذ بالله منكم. اعوذ بالله واعوذ بالله منكم. تفضل. طيب ما فيش اي مشاكل ذهنيه عقليه؟ لا انا في كل قواي العقليه. تفضل. انت قلت انك اسست دوله، ما هي هذه الدوله؟ ابحث عليها. قول لنا انت، اسالك بالله لانه لا. واحد اسس دوله هذا الايام انا ما أسس. لا انا اعطيتك الاسم وانت ابحث عليها. انت مؤرخ. ما هي الدوله؟ هات اسم الدوله وانا يا اسعد انت مؤرخ هذا ناظم القبر. ابحث عليها يا غموراس. خلي يتكلم يا شباب. يا شباب اللي فوق لو سمحتوا لا تقاطعوا الاخ. هي دولة عربية يعني، ساعدني شوي، افريقية ولا اسيوية؟ ابحث عنها. انا اعطيتك الاسم يغموراس بن زيان. اكتب عندك يا رجل. والله ما قدرت اكتب هذا حتى توقيعه ما ينكتب. اسمعك يغموراس بن زيان. يغموراس بن زيان. يغموراس بن زيان. ونعميه انا عميه. نعم. يغمراس بن زيان. وإيش اسم الدولة هذه؟ اي اسم الدولة؟ ابحث عليها. انت مؤرخ وسياسي. مانيش مؤرخ يا اخي، مانيش مؤرخ. انا لست مؤرخا. انا مو مؤرخ يا اخي. انا مو مؤرخ. انت فين اسست الدولة يا اخي؟ قول لنا عشان نصير نمشي نشوف واحد غيرك يتكلم. الرأي المغربي منتظر. عندك دولة فعلا؟ لا خليها لك مفاجأة باش كي تروح تبحث عليها تقرا شكون هذا يغمراس بن زيان. الدولة الزيانية قصدك؟ الدولة الزيانية. مو انت اللي اسستها؟ انا هو طالع يغمراس بن زيان. يعني انت اخذت اسم الشخص؟ لا يهمك كما انت اخذت اسم اليمني. واليمنيون لا يعترفون بأسعد الشراعي هذا. ما عليك مني، ما عليك شوشع. قر انت الان والله ما درينا نتعامل معك على انك مجنون ولا على انك عاقل. ما درينا انت الان انت طبيعي ولا فيك حاجه. انت وش تبغي من الجزائر؟ اعطيني انت وش تبغي من الجزائر؟ اخي ايش تبغي منك انت؟ ايش ابغي منك؟ ايش انت حاورني. انت يمني وانا جزائري. انا نتكلم معاك. انت يمني وانا جزائري. انت عندك رئيس وانا عندي رئيس. علاش الجزائريين ما يسبوش رئيس تاع اليمن ولا يسبوا الرئيس تاع مصر ولا ما يسبوش رئيس تاع فلسطين، وانت تجي تسب رئيس تاع الجمهوريه العربيه الجمهوريه الجزائريه الديمقراطيه الشعبيه؟ هذا ما سب يا اخي، ما سب. يبغي يحطه في الغاز. اسمعني اسمع يا مؤسس. خليني اكمل. اسمع يا المؤسس. انت وش يا اخي اسمع وش جابك للرئيس تبون؟ يا شوشع لو سمحت اسمع. اقسم لك بالله فليعلم الجميع هنا عندي في اللايف انا لا اسب تبون، والله اني احبه. تبون لا يا اسعد انا طلعت معك كم من مره وانا نطلع معك. انا نطلع معك وسمعتك تسب. يا اخي قر الله يقرقرك في جهنم. خليني افهمك يا اخي. انا بالنسبه لي تبون ماده دسمه، ماده مضحك يضحكني مثل شوشع بس.
ولا اكرهه ولا سبه ولا حاجه، واحد احترم من هو اعلى منك مستوى. احترم رئيس، هذا رئيس يا اسعد، من هو هذا رئيس من هو اللي اعلى مني مستوى؟ هذا رئيس وليس دوما، سمعتني، هذا رئيس تبون هذا رئيس عربي مسلم وليس يهودي كما انت. الحين تبون عنده مستوى. عنده مستوى. يا اخي بن زيان، والله خير، والله غير ركبك علينا الجناس يا اخي. كيف اسمع كيف برئيس عاقل يتحدث مع الدواب، يتحدث مع البقر؟ كيف يا ودي خليني نحكي. كيف لرئيس شطك المروك بلا مروك، مش وقت المروك الان، انتم كلكم جزائريين. ما ايش جاب؟ لا هذا مش جزائري، هذا مش جزائري. جزائريين يا اسعد يا اخي يا جماعه هذا مش جزائري، هذا يا الله يا رب يا انا قلت لك يا اسعد، من باع بلده باع عرضه. ايوه انا عارف من باع ارضه يا اخي. انا عارف ما فرنسا. انت لا تدافع عن الوطن، انت تدافع عن تبون وشنقريحه. أيوة. تدافع عن عملاء فرنسا. انا ادافع عن وطني. انت وثني انا ادافع عن وطني. انا